السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في جولة جديدة في فسحة جديدة. هنروح النهاردة ان شاء الله نعمل جولة في حديقة جبلات الاسماك او جنينة الاسماك او حديقة الاسماك زي ما انتوا بتسموها اللي يعجبكم يعني. سعر تذكرة الدخول 5 جنيه. طبعا جنينة الاسماك انا بعتبرها اخت جنينة الحيوانات في كل التفاصيل اللي هقول لكم عليها دلوقتي. هتلاحظوا ان هي اختها كده يعني. طيب أول حاجة إزاي نروح جنينة الأسماك؟ جنينة الأسماك أقرب محطة مترو ليها هي محطة صفاء حجازي. دي موجودة في المترو الخط الثالث. هننزل محطة صفاء حجازي، هنطلع فوق، هنمشي شارع البرازيل، هتلاقي الحديقة على اليمين. دي أقرب محطة مترو. كنا زمان بنروحها من الأوبرا، لكن أنا بجيب لكم أقرب مكان، أقرب محطة مترو ليها يعني. طيب اول ما دخلنا هتلاقوا زي ما شفتوا كده في الاول لوحة بتبين شكل الحديقة يعني وكده. وبعد كده في الوش هتلاقوا البركة ديت او البحيرة بيكون فيها سمك ملون، والاطفال طبعا بتأكلوا زي ما انتم شايفين كده. ده سمك زينة، يعني سمك ملون زينة في البحيرة او البركة اللي انتم شايفينها دي. بعد كده هاخدكوا الجولة ان شاء الله بالتفصيل. ان شاء الله تتبسطوا من الجولة بتاعت النهاردة. في ناس كتير جدا ما راحتش جنينة الاسماك او حديقة الاسماك، لكن بقول لكم ان هي فسحة حلوة قوي زي جنينة الحيوانات بالظبط. لكن هي طبعا ما فيهاش حيوانات، هي فيها اسماك وفيها قعدة حلوة ان احنا نقدر نفرش مثلا ونقعد. بمناسبة بقى كل التفاصيل اللي هي في الدخول، الحديقة بتفتح من الساعة 9 صباحا لحد الساعة 5 العصر. الأجازة بتاعتها كانت يوم التلات زي جنينة الحيوانات بالظبط. هي مواعيدها وتذكرتها ب5 جنيه، والأجازة كانت يوم التلات. لكن أنا عرفت إن هي ممكن تكون الأيام دي فاتحة طول الأسبوع، فأنا مش متأكدة إذا كانت يوم التلات أجازة ولا لأ. طيب حديقة الأسماك أنا دخلت زي ما انتوا شايفين كده الجبلية. هي طبعا بيطلقوا عليها حديقة الجبلية برضو، مش حديقة الأسماك بس يعني. زي ما انتم شايفين انا دخلت الجبلية ديت. الحديقة الاسماك تعتبر من افضل الجناين اللي طبعا انشأها في عصر الخديوي في القاهرة. والحديقة زي ما انتم شايفينها كلها مصممة على شكل خياشيم السمكة. واحنا ماشيين فيها كده بحس ان احنا زي ما يكون داخلين مغارة. عارفين لما تخشوا كده في المغارة؟ هي شبه المغارة بالظبط. بعد كده بقى هنلاقي طبعا البانوراما بتعرض طبعا حوالي تقريبا 49 حوض من الأسماك المختلفة. طبعا الزينة، عايزة أقول لكم إن كانت زمان الأحواض دي فيها مية وفيها إضاءة، بس طبعا يعني على مر السنين والوقت كل الزوار اللي بتروح يعني ما شاء الله يعني محافظين قوي. كل واحد كاتب لي اسمه على الإزاز، وطبعا واللي كسر الإزاز واللي عامل لي ذكرى للزمن يعني. مش عارفين نقول ايه. لكن يا رب تكونوا شايفين معايا كويس النجوم بتاعة البحر والحاجات الأسماك المتحنطة. نتكلم شوية بقى عن حديقة الأسماك أو حديقة الجبلية في الزمالك. أنشأها الخديوي إسماعيل في سنة 1867 وتعتبر حديقة نباتية. عايزة أقول لكم كمان إن هي من أفضل الحدائق التي أنشأها في عصر الخديوي في القاهرة، يعني اللي اتنشأت في عصر الخديوي في القاهرة. الحديقة كمان بتديرها إدارة حديقة الحيوان بالجيزة. عشان كده بقول لكم إن هي بالنسبة لي أخت كده جنينة الحيوانات. جنينة الحيوانات بالمناسبة إن شاء الله تفتح قريب ونعمل لكم جولة حلوة، وإن شاء الله بإذن الله نبدأ نعمل جولات ويكون فيها تجديد وتتبسطوا بيها إن شاء الله وتروحوا، لأن في ناس كتير جدا مستنية جنينة الحيوانات. طيب نرجع تاني لحديقة الأسماك اللي احنا بنتكلم عليها أو اللي احنا في جولتها النهاردة. الحديقة بيديرها إدارة حديقة الحيوان بالجيزة من سنة 1902. وبعد كده تم إصلاح 24 حوض لعرض 33 نوع من الأسماك النيلية قبل افتتاح الحديقة طبعا رسميا في 21/11/1902. قفلت الحديقة سنة 1965. قعدت فترة طويلة كان فيها تصليح وتجديد،
وكان بيشرف عليها طبعا جهات علمية وهندسية تابعة لوزارة الزراعة المصرية زي ما قلت لكم قبل كده. وبعدين تم فتحها مرة تاني سنة 1983، يعني تقريبا قعدت 18 سنة حديقة الأسماك كانت قافلة. طبعا عايزة اقول لكم ان هي مساحتها كبيرة جدا، هي والحدائق التانية النباتية المجاورة ليها تقريبا حوالي 9 فدان، يعني حديقة الأسماك والحدائق المجاورة تقريبا 9 فدان. طيب انا دلوقتي طبعا هي ليها يعني بعد ما طلعت كده انتوا اكيد مركزين معايا، عايزه اقول لكم برضو نبذه كده عن تصميم الحديقه ديت بتعتبر طبعا شكلها في تصميمها من حاجه روعه روعه. التصميم بتاعها بيشبه السمكه، خياشيم السمكه، يعني واحنا جوه بنحس ان احنا جوه الخياشيم الاسماك. طبعا ده بيدي منظر عام للجبلية في منتهى طبعا الروعة والجمال. طبعا انا طلعت دلوقتي من الحتة اللي فيها الجبلية وطلعت فوق، بتطلعوا كده سلم زي ما انتوا شايفين كده معايا، بنوصل لأعلى نقطة في الجبلية. من فوق بنقدر بقى نشوف كل الحديقة، يعني جايبه لكم كل الحديقة، المنظر من فوق جميل جدا. وطبعا بالنسبة للأشجار والنباتات في حاجات نادرة من استراليا وتايلاند. الحديقة كمان فيها مغارات وممرات اللي بيمشي فيها الزوار دوت. انا قلت لكم ان هي كمان فيها 49 حوض من الاسماك المتنوعة والنادرة. فيها كمان فتحات من جوه نسيت اقول لكم عليها، ان هي بتعكس اشعة الشمس على الاحواض دي. وعايزه اقول لكم كمان ان في خفافيش لما دخلت جوه في الجبلايه بتعمل صوت عالي جدا. طبعا انا مرضتش ان انا اسمعه لكم يعني وكده، لكن عايزه اقول لكم ان هي خفافيش نباتيه، يعني مش هتنزل وما تخافوش يعني متقلقوش، لان اي حد هيروح هناك هيخاف ان الخفافيش تنزل عليه ولا حاجه. الخفافيش دي هتنزل بالليل، ما بتنزلش بالنهار. وكمان بتبقى عاملة أصوات يعني مزعجة جوه مخيفة. ولو حد عنده حساسية ولا حاجة يكون من الأفضل إن هو يلبس الكمامة لما يخش الجبلية من جوه، علشان طبعا يعني كتمة والروايح والحاجات اللي زي دي. تمام. عايزة اقول لكم كمان ان الجنينة كبيرة جدا، وميزتها ان هي رخيصة كمان، يعني ب5 جنيه سعر التذكرة زي جنينة الحيوانات. قبل طبعا ما تقفل، مش عارفين لما تفتح ان شاء الله هيكون سعرها كام. لكن لو انا دلوقتي خارجة وسعر التذكرة 5 جنيه، فده انا شايفاه حاجة، يعني دي اخر حاجة تعتبر من الجناين اللي سعر التذكرة بتاعتها ب5 جنيه. لو انا مش هخش حتى الجبلية او دخلتها قبل كده وخلاص اتمشيت في الحتة ديت وعايزة اخرج بس انا وولادي اتفسح واخد معايا الاكل اللي انا عايزاه، بصوا المنظر عامل ازاي، وافرش في الجاردن او في حتة يعني كده تكون ظل تحت الشجرة، واقعد محدش هيقولك انت بتعمل ايه. طبعا في ديسكات وفي كيدز اريا هتشوفوها دلوقتي معايا لما انزل من فوق، بس انا بصور لكم المنظر من فوق بجد جميل جدا. ودي خروجة بالنسبة يعني للشتاء، انا شايفاها ان هي خروجة شتوية، مش معنى كده ان هي في الصيف ما تطرحش، لا ممكن ما تروحش يعني. اللي حابب يروحها في الصيف، هي طبعا الدنيا بيبقى حر جدا، لكن لو احنا خرجنا رحنا من الساعة 9 قعدنا لحد الساعة 12 3 ساعات ومشينا مثلا على الساعة 1 بالكتير، انا شايفة ان هي برضو خروجة كويسة مناسبة للجو الصيف يعني. وكمان في الوقت اللي هو قبل الشمس ما تبقى قادحة قوي، يعني قبل الظهر، هنقعد ونتبسط وناخد الاكل اللي احنا عايزينه، محدش هيقولك انت جايب ايه ولا عامل ايه. هتجيب الكولمن بتاعك وتجيب الشاي بتاعك، وكمان الولاد يلعبوا شوية بالكورة ويتفسحوا ويجروا ويطلعوا طاقتهم، ويلعبوا كمان في الكيدز اريا. هوريها لكم دلوقتي، هي بسيطة شوية لكن خروجة على قد الايد وخروجة كويسة، والله انا شايفاها كويسة. جايبه لكم كل التفاصيل بتاعه الجبليه من جوه. طبعا هي بيبقى عبارة عن ليها فتحتين، يعني انت لما انتوا تروحوا كده هتحسوا هخش هنا ولا هخش هنا، خشوا زي ما انتوا عايزين في الحتة اللي انتوا عايزينها، كلها منفذة على بعضها. وهتطلعوا تاني هتلاقوا السلم وتطلعوا وتتفسحوا وتتبسطوا. لكن هي في الشتاء بتبقى حلوة لان الجو بيبقى ساقع يعني. طبعا احنا بنقعد نقول في الشتاء هنخرج، طبعا بيبقى عندنا دراسة، في الصيف الجو حر مش عارفين نروح في حتة، في الربيع عندنا امتحانات، في الخريف دخلت المدارس، طبعا نخرج امتى
امتى، هنتفسح امتى، يعني زي ما تحبوا، يعني زي ما تحبوا. السنة طويلة، اخرجوا زي ما انتوا عايزين. يا رب تكونوا بتتبسطوا معايا في الجولات اللي انا ان شاء الله بعملها وهعملها. وما تنسوش تعملوا لايك كده علشان خاطر يوصل لكل الناس اللي ما راحوش جنينة الاسماك وحابين ان هم يتفرجوا معانا وياخدوا فكرة كده قبل ما يلبسوا وينزلوا ويروحوا يعني. تمام. انا دلوقتي خرجت بقى خلاص بره الجبلية وبره الحتة العالية اللي انا كنت فيها، ونزلت تاني في الحديقة. شايفين الجسر ده؟ الجسر ده والله فيه ذكريات حلوة قوي قوي قوي، يعني لازم اقول لكم عليها. كان في طبعا الفنان الكبير عبد الحليم حافظ مع الفنانة طبعا فاتن حمامة في موعد غرام، لو تفتكروا الفيلم ده. كان يوم حبك اجمل صدفة، كانوا بيغنوا الاغنية دي في جنينة الاسماك. هو ما كانش على الجسر، الجسر ده كان عليه الفنانة الكبيرة طبعا شادية وكمال الشناوي، وكمان فاكرين بقى صالح سليم ونادية لطفي في فيلم السبع بنات، يمكن اكتر فيلم اتصور فيه في جنينة الاسماك دي، يعني في مناظر كتير قوي في الفيلم ده. في هنا كمان كافيتيريا بس كانت قافلة. طبعا انا كنت رايحة يعني قبل العصر، انا مش عارفة دي قافلة على طول ولا هي قافلة بس دلوقتي. في كمان زي ما انتم شايفين مسجد، وفي مكان مخصص للسيدات لو حبيتوا تصلوا فيه مثلا الظهر او العصر. الحديقة كده فاتحة لحد الساعة 5. وفي طبعا باسكت للكمامة، وكمان في اللي هي المية، الحوض ده اللي انتوا شايفينه البنات كانوا واقفين عنده. وفي بقى الديسكات الملونة اللي انتوا شايفينها دي. تقدروا كمان ان انتوا مثلا اللي مش عايز يفرش ويقعد على الارض يقعد على الديسكات. طيب هنا الحتة دي الخاصة بالكيدز اريا. بصوا الشجر اللي بقولكوا عليه حاجات نادرة وعمرها اكتر من 100 سنة يعني. في شجر زي ده، شجرة واحدة كده هتلاقوها عند البرج، انا كنت مصوراها قبل كده، قريبة جدا من الفصيلة دي. طيب بالنسبة للكيدز اريا سعرها كام، نظامها ايه، وقتها قد ايه؟ هي فاتحة طول ما الحديقة فاتحة، يعني من 9 ل5، بس هتقطعوا لها تذكرة ب5 جنيه، 5 جنيه من غير وقت. طبعا فيها العاب بسيطة زي ما انتم شايفينها، زحليقة للاطفال، المرجحة اللي كلنا بنحبها ديت اللي الولاد قاعدين عليها، وفي كمان ديسكات هنا وترابيزة لو حابين ان انتوا تقعدوا عشان تشوفوا ولادكم وهم بيلعبوا. وفي اللي هي زي الميزان دي، وفي حاجات بسيطة قوي، مرجحة وزحليقة. وسعر التذكرة بتاعتها 5 جنيه طول الوقت، يعني طول الوقت من 9 ل5، طول فترة الحديقة يعني وهي فاتحة. اكيد فاهمين. تمام. بعد كده هنخرج من منطقة الكيدز اريا، واخدكم كمان جولة في الباقي، الجزء اللي باقي يعني. عايزة اقول لكم كمان ان اول سبت من كل شهر بيبقى فيه معرض للملابس والاكسسوارات والديكورات، بس طبعا بيبقى زحمة، بيبقى فيه مزيكا، حد مثلا يحب يسمع حاجة وهو ماشي. دي عصفور كده وحيد فريد، هو قفص واحد بس كده في الجنينة كلها على جنب، فانا قلت اصوره لكم، في شوية عصافير كده. لكن لو انتوا ما بتحبوش الزحمة كده زي حالاتي، يعني احب اصور في هدوء واحبش الزحمة قوي، فابعدوا عن يوم السبت اللي هو من اول كل شهر، يعني كل اول شهر السبت فيه بيبقى فيه المعرض اللي بقولكوا عليه ده. بيبقوا بقى عارضين ملابس واكسسوارات وديكورات، يعني اللي حابب ان هو مثلا يشتري حاجة او يتفرج او يتبسط اكتر. بتبقى الجنينة زحمة يوم السبت ده. هي عامة الجناين والخروجات زي ما انتوا عارفين يعني بتبقى زحمة خميس وجمعة وسبت. والله حتى لو احنا ايام الدراسة، قصدي لو في الاجازة يعني برضو بتبقى خميس وجمعة وسبت بيبقوا زحمة. فالواحد بيحاول دايما يبعد عن ايام الزحمة دي علشان يبقى براحتنا في كل حاجة، سواء بقى في القعدة يعني احنا نتمشى او حتى في الكيدز اريا. هنيجي هنا عند المعمل البحثي او التطبيقي بحديقة الاسماك، ايه اللي موجود جوه هنشوف دلوقتي مع بعض. طبعا في احواض سمك، هو صراحة مش كاتبين عليها، لكن طبعا المسؤول جوه هو بيقول صراحة وبيشرح، يعني لما تروحوا هناك ده اسماك القرش بس صغيرين. وكمان حاطين لوحات كده بيعرفونا على اللي هي الشباك
اللي بتستخدم يعني في الصيد وكده وانواعها، وحاطين عينات منها. وده كمان سمكة نادرة، يعني واحد لقاها وهو بيصطاد السمك على شكل، يعني وشها على شكل انسان، سبحان الله يعني. فصوروها وحطوها، طبعا كده حاجة نادرة لازم نشوفها يعني. كل ده سمك ملون زينة. في كمان السلحفة دي، هما بيقولوا ان هي عمرها 40 سنة. 40 سنة سبحان الله، ولسه مخلفة جديد، يعني المخلفة سلحفة بنت، وخدوها وحطوها، وريها لكم دلوقتي برضو، خلفت بعد 40 سنة. خدوها ونقلوها في حوض لوحدها، هي دي بنتها. لازم طبعا ناخدها ونهننها، جاية بعد عمر طويل يعني. في طبعا كتب بتتكلم يعني عن الاسماك والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، والتحنيط والحاجات دي، ودي كلها في سمك تعابين. كل الحاجات دي متحنطه، كل الكوبايات اللي انتوا شايفينها دي ده سمك تعابين مكتوب عليها. يعني ان شاء الله لما تروحوا الجوله هتتبسطوا وتقعدوا كده تقروا وتشوفوا مكتوب ايه وايه وتتفهموا يعني، مش معدين كده وخلاص. طيب في كمان تماسيح هوريها لكم. الحاجات دي بتبقى نادرة، يعني هنقول محنطينها ليه، لان هي حاجات نادرة. تمام. دي كمان سلحفة. هو قال لي عليها بس انا بصراحة نسيت، يعني مش عارف، قال لي حاجة كده، لو افتكرت هكتبها لكم. ان اللي هي فيها حتة حمرا في دماغها دي. طبعا دي برواز كبير بيوضح انواع الاسماك. التماسيح بقى اللي بقول لكم عليها دي عمرها 4 شهور. بيقولوا طبعا ان هي اول ما بتكبر بتوصل يعني داخله خلاص على نص متر، بيتم نقلها بقى. بيتم نقلها فين بقى؟ طبعا يعني ان شاء الله في جنينة الحيوانات بقى لما تفتح، او بينقلوها فين الله اعلم. مش عايزين نقول معلومات وبعدين نرجع نقول ايه ده مش صحيحة يعني. نتأكد من الحاجات قبل ما نقولها. والله يا جماعة انتوا وحشتوني قوي، ووحشني جدا ان انا اعمل جولات واخدكم معايا كده ونتفسح ان شاء الله باذن الله، نعمل جولات حلوة. ودي طبعا تماسيح وسلحفة متحنطين يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وجولة جديدة، وما تنسونيش في اللايك، ولو حابين تشتركوا ان شاء الله يوصلكوا كل جديد وتفرحوا كده بجولاتنا الجميلة. خلصت كمان في المعمل وطلعت، رجعت تاني الباب ده وخلاص مروحين، باي باي.